السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. مش بس فيديو، ده كورس جديد. طيب وانا هنا مش هبالغ لما اقول لك ان ده اهم كورس ممكن تتفرج عليه في حياتك، وبشكل شخصي ده واحد من افضل الكورسات اللي انا عملتها من ساعة ما بدأت محتوى على القناة. طيب ايه هو الكورس ده؟ هو كورس كبير جدا ومجمع، بياخدك من الصفر للاحتراف في الشبكات. طيب هنتعلم ايه بقى في الكورس ده؟ وده اللي احنا جايين نقوله في الفيديو ده. مبدئيا كده الكورس عندي بيتكون من 6 سكاشن. السكشن الاول ده انترو، مقدمة عن الكورس، وهتتعلم ايه في كورس من دول لانه كورس مجمع. تاني حاجة معانا وهي بناء مختبر الاختراق، او بتتعلم اساسيات اللينكس، وده عشان اعرفك الكورس ده ممكن يتبدأ من الصفر تماما تماما تماما. يعني مش محتاج يكون عندك خبرة علشان تبدأ في الكورس ده، لا انت ممكن تبدأ من الصفر، لان الكورس ده اساسيات اللينكس بتتعامل فيها من اول تسطيب النظام، تسطيب البرامج، لحد ما تتعلم كل حاجة تقريبا داخل النظام ده. فده اساسيات اللينكس من الصفر تماما. بتبني مختبر الاختراق بتاعك اللي هتبدأ تعمل اختبار اختراق معانا في اي كورس تاني او حتى في الكورس ده. تاني حاجة معانا وهي اساسيات الشبكات، لان الكورس ده هو بيختص الشبكات، فلازم تتعلم اساسيات الشبكات وتتعلم يعني ايه شبكات وازاي بتتم، عشان لما ندخل على هجمات الشبكات تكون فاهم انت بتعمل ايه. فاهمين الفكرة؟ فعشان برضو تكون مؤهل للكورس بتاعنا. خلاص اتعلمنا اساسيات اللينكس وبنينا مختبر الاختراق وتأسسنا في الشبكات. جه دلوقتي الدور على هجمة الواي فاي، ازاي نعمل اتاك لشبكة الواي فاي باستخدام الهاند تشيك. طيب يعني ايه هاند تشيك؟ يعني احنا بنسحب الهاند تشيك بتاع الباسورد بتاع الشبكة التارجت، وبعدين بنبدأ نعمل باسورد ليست علشان نقدر من خلال الباسورد ليست دي نقارن الباسورد اللي بالملف وبين الباسورد اللي داخل ملف الهاند تشيك اللي احنا سحبناه. هجمة سهلة جدا وبسيطة جدا وكورس سهل جدا، ولكن مش الأقوى، لأن لو احنا ما عملناش الليست بتاعتنا قوية مش هنعرف نجيب الباسورد ده. ولكن بنستخدم ادوات مهمه جدا للليست دي، او ان احنا نعمل باسورد ليست، زي اداه كابتول، طبعا الاداه الاشهر في عمل باسوردات او قائمه باسوردات. طيب الكورس اللي بعد كده معايا هجمه الايفل تون اتاك، والهجمه اللي بتختص برضو في عمليه اختراق الشبكات، ولكن هجمه منظمه وافضل طبعا بكتير. ليه بقى؟ الهجمة دي بتتم عن طريق ان انت بتفصل شبكة الواي فاي عن الضحية، وبعد ما شبكة الواي فاي دي تتفصل عن الضحية يجي هو يحط الباسورد يوصلك انت. ادي فكرة الهجمة بكل بساطة. طيب اتأكدنا ان احنا اخترقنا شبكة الواي فاي، سواء من خلال الهاند تشيك او من خلال ملف الايفلتون اتاك او اداة الايفلتون اتاك او هجمة الايفلتون اتاك. فاحنا عايزين نعمل اتاك على الشبكات، على الاجهزة المتصلة بالشبكة دي. وهنا بنتعلم هجمة المان ان ذا ميدل اتاك، اشهر هجمة تقريبا في عالم الشبكات، واللي بنعرف من خلال الهجمة دي ازاي نفحص الراوتر بتاعنا ونخترق او نعمل اتاك على الاجهزة المتصلة بالراوتر دي، ونتابع النشاط بتاعها ونشوف الباسوردات ونشوف التصفح او كل المواقع اللي بيتصفح عليها او كل المواقع اللي بيتصفحها من التليفون او من جهاز اللابتوب. واخر حاجة معانا في الكورس هو الفينيش، وهتعمل ايه بعد ما تسمع الكورس ده. مدة الكورس تقريبا من 7 ساعات. الكورس من الصفر تماما، مبسط جدا جدا جدا. دايما وانا بشرح بتعامل مع فكرة ان انا بشرح لناس مستواهم ابيض، لسه داخلين في المجال او لسه بيتعلموا، فهتلاقي دايما بشرح بسهولة وببساطة وكمان من الصفر. وبس يا سيدي، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لينكات الكورسات او لينك اي حاجة بتكلم عليها في اي فيديو هتلاقيه تحت في صندوق الوصف. سلام.